السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بوشيار بالطريقة ديالي. الطريقة الصراحة سهلة، كيوجد دغيا. كنتمنى اللي كيشوف هذه القناة لأول مرة ما ينساش يشترك في القناة ويضغط على زر الجرس باش يتوصل بكل ما هو جديد في القناة ديالي. وشكرا لكم بزاف على اللايك اللي كتخليو ليا وتعاليق ديالكم، كنقراهم كلهم وكنجاوب عليهم. شكرا لكم بزاف. ودابا غادي نبداو الوصفه ديالنا، خليكم معايا مع الطريقه والمقادير. المهم غادي نحتاج 2 كيسان ديال الدقيق الفينو. العبارات هنا خديتهم بالكاس ديال العنبر. المهم داكشي باش عبرته في الاول شدوا به العبار حتى الاخر. هنا عندي دقيق الابيض او دقيق الفورس، غادي نحتاج 4 الكيسان. وغادي المهم هنا كنغربلو، ضروري راه غربلته قبل وغادي نعاودها كنغربلو قدامكم. بالنسبه للعجين اللي بغى يعجن بيديه يعجن، اللي بغى يديرو في الماكينه المهم اختيار كيبقى لكم. هنا درت معلقه كبيره ديال الخميره، ودرت 3 المعالق ديال الزيت النباتي، الزيت ديال الطعام. وهنا المعلقه كبيره ديال العسل، تقدروا تعوضوها بالمعلقه ديال السكر سنيده. هنا الملح على حسب الذوق، الملح على حسب الذوق. المهم درت انا 2 معالق دوك صغيورين. هنا عندي الماء دافي. المهم كما سميتو الماء على حسب الدقيق ديالكم. المهم القوام ديال العجين كيكون بحال ديال السفنج، كيكون جاري شويه. المهم كيتلصق في الايادي، غادي تشوفوا معايا في الاخير. المهم انا خليته حتى تعجن مزيان. هنا راه زربت الفيديو ماشي زدت الماكينه بهذه الدرجه هذه. المهم غادي نخليه حتى يعني ياخذ حقه هكا في الدلك. المهم الا غتعجنوا بيدكم كتعجنوا بحال الا كتعجنوا الشفنج. شوفوا القوام ديال العجين راه كيتلصق وكيكون جاري. هنايا غادي نغطي غير في الماكينه، غنخليه غادي يخمر وغادي نعاود نعجنو مره اخرى. بلا ما نحيدو هكذا في الماكينه، خليته تمايا شفتو حتى خمر. غادي نعاود نخدم الماكينه باش يتعجن لينا مزيان، يدلك لينا ماشي بزاف، غير واحد 4 حتى ل5 دقائق. صافي من بعد ما تعجن ليا هنايا غادي ناخذ شويه ديال الزيت، غادي ندهن بها يديا وغادي نحاول نحيد ديك العجينه من هاد الماكينه، وغادي نديرو في واحد الاناء هكذايا باش نخليه عاوتاني يرتاح ويخمر ليا. وعاد غادي نقرصو. هنايا راه غيبان لكم القوام ديال العجين. شوفوا راه كيكون رطيب بحال ديال السفنج تماما. صافي هنا غادي نغطيه بالسلوفان وغادي نخليه يخمر، حيت مني غادي نقرصو ما غاديش نخليه يخمر، غير غادي نقطعو هكا دويورات ونسرح ونبدا في الطياب ديالو. هنايا غادي نبدا دائما غادي المهم البلاصه اللي غادي نحطو فيه شي بلاطو ولا اي حاجه عندكم دهنوها بالزيت باش ما يتلصق لكم، ودهنوا يديكم وقطعوه بحال هكذايا. انا درتهم مايان ما كبارينش ما صغارينش بزاف. صافي هكذا كنعاون بالزيت باش ما يتلصق فيا. هنا خرج ليا 9 ديال الحبات. صافي غير غادي نخليه يرتاح بما تسخن ليا المقله. صافي غادي نبقى نسرح بالزيت ونرش شويه ديال الزيت في المقله ونطيب. المهم خليكم مع الفيديو راه شارح نفسه.
شوفوا راه العجين مدلوك مزيان، راه وريتكم الفقاعات اللي فيه. هذا كيبين باللي هذا العجين ديالنا يعني تدلك مزيان. هنا عاوتاني كنخليه هكذايا حتى يخرجوا منه هاد الفقاعات، كنرش بالزيت وكنقلبه بهذا الشكل. هذا ساهل ماهل، ما فيه زعما بزاف التعقيدات. واخا المهم البطبوط سهل منه، ولكن الصراحه كيجي بنين بزاف، كيجي لذيذ خصوصا ملي كدوبوا الزبده والعسل وكتفطروا به ولا هكذا في الكوتي، كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من لايك وتعليق للقناه باش هكذايا الفيديو ديالي يوليو يطلعوا. صافي غادي نستمر بحال هكذايا حتى نسالي هاد الكميه اللي عندي. المهم هنا شاركت معكم بعض اللقطات هكا في الطياب ديالو، اما ما شاركتش معكم كلشي، ما بغيتش هكذا يجي الفيديو طويل بزاف. المهم صافي كملت الكميه اللي عندي، طيبته كامل. هنا دوبت الزبده مع العسل، الزبده البلديه. صافي هو باقي سخون، كنسقي وحده بوحده وكنحطو وحده فوق وحده. صافي وغادي نقدمو بهذا الشكل هذا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من لايك وتعليق. وشكرا لكم بزاف على المشاهده، وبسلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله باذن الله.